كنرحب بكم من جديد بفيديو جديد ووصفه جديده. هاد المره غادي نشارك معكم طريقه الاحتفاظ بالشحمه. الا توفرت عندك الشحمه بكميه كثيره، اي نوع شحمه عندك متوفر عندك تستغليها. كتعرفوا بان ايام عيد الاضحى كتكون بكثره، لهذا انا حاولت نقسم معكم هذا الفيديو ونتمنى انه يعجبكم وينال استحسانكم. الشحمه اي نوع شحمه عندك كيف ما قلت كتقطعيها قطع صغيره. هذه الطريقه الاولى، انك كتقطعيها بهذه الطريقه كتجمعيها كامله. نصيحه فقط انك قبل ما تقطعيها انا بانت لك الشحمه انك خصك تنقيها شويه، مثلا دوك من الخيوط اللي فيها الا كان الدم تا كتزولي يعني كتحاولي تنقيها عاد كتقطعيها تخدمي بها. هذه الطريقه ديال التقطيع. كاينه طريقه اخرى انك ديك الشحمه كتاخديها كيف يعني صحيحه يعني صاينه، كتدخليها المجمد حتى كتجمد وكتحكيها. كتبقى حتى هي احدى الطرق انك تخدمي بها، يعني كتحاولي تخدمي بالطريقه الاسهل والطريقه اللي تجيك مزيانه. انا دائما كنستخدم هذه الطريقه ديال اني نطحن. خصوصا الا كانت عندك الشحمه بكميه كثيره باش تسهل عليك الوقت وتجيك الخدمه اريح كطحنيهم. اضافه اللي غادي نزيد اني غنزيد القزبر يابس، وغادي نعاود نطحنها مره اخرى. بعد ما طحنت الكل غادي نحاول اني نقسم هاد الشحمه بحسب الاحتياج، يعني حسب الاستعمال. قسمتها، خليت كميه كما تبان لكم بحال مكسكسه بهذا الشكل، ممكن تستعمليها في المسمن، تستعمليها في البطبوط. وكميه واحده اخرى خليتها على شكل عجين كما تبان لكم على هذا الشكل. كنشكل منها صبيعات او حريبلات. كنشكلهم بهذه الطريقه وتندير الفصاشيه وكندخلهم مجمد. كنحتاجهم ملي كنبغي مثلا كنرمي هذا وحده حربول واحد ولا صبيع واحد في الكسكسو. الكميه الثانيه اللي هي هذه ديال الشحمه غادي نطيبها، لاني باش نحصل على الإدام ضروري ما اني نطيبها. غادي نطيبها على الفاخر يعني على المجمر. قبل غادي تنسميها غادي نعاود نضيف القزبر، بغيتي ديري الكمون، بغيتي واحد الرشيشه ديال الملحه يعني اللي بغيتي. انا هنا اكتفيت غير بالقزبر يابس وشويه الكمون باش تحيد هذيك الزفوره ديال الشحمه. صافي هنايا غادي نديرها على كما قلت لكم غنديرها على الفاخر. يمكن لك ديريها على البوطه يعني الفرن، فقط انك تنقصي البوطه تكون على نار مهيله باش طيب مزيان بخاطرها وتاخذ تقرمل كما تنقولوا. انا هنا دابا درتها فوق الفاخر، غنخليها طيب على مهلها، ما غنزربش عليها، نخليها حتى توجد عندي. هنا تيبان لكم بان بدات كتذوب وكتبقاي مره تتقابليها ومره كدوزي انك تحركيها. كما تيبان لكم انا هنا عملت غير الشحمه بوحدها وفقط هذاك القزبر وشويه الكمون. يمكن لك تضيفي اضافات اخرى في العطريه الا بغيتي تجي من السما. ما كنضيفش الماء لا زيت لا حتى شي حاجه، فقط هذيك الشحمه بوحدها غادي نسين عليها ونخليها حتى كتطيب وتحمر وتقرمل كيف ما تنقولوا وتاخذ اللون مذهب. صافي كتبان لي بان الشحمه عندي اصبحت واجده وجاهزه. المهم انك تخليها ما تزربيش عليها، وبطبيعه الحال مره كتقابليها وكتحركيها.
صافي هنا الشحمه بعد ما طابت وجدات غناخذ واحد القرعه ديال الزاج وغادي نصفيه هذيك الشحمه. ضروري ما اننا نستخدموا الصفايه باش تصفى مزيان، ونحصلوا على زويته صافيه مصفيه. خليوها حتى كتستقطر مزيان. فقط كما تبان لكم كاينين بعض الطروفه اللي تيكونوا شويه كبار، انا هذوك ضفتهم على الثاني من بعد. يعني نصيحه لو حاولي انك تطحنيها مزيان يعني اولا تقطعيها مزيان عاد ديريها الطيب. انا كيف ما شفتوا كيبان لكم بان كاين طروفه كبار طروفه صغار، لان هي واحد الاضافات زدتها على الثاني من بعد غير قطعتها ورميتها. يعني حاولوا انكم ما تديروهاش. وهذه هي الزويته ديال الشحمه كما تبان لكم. نخليها حتى كتبرد تماما عاد تنغطيها. من بعد ما كتبرد كتولي بحال الشكل، كتولي بيضاء، كترجع بيضاء، كتولي بحال شكل كريمه. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ، اما كتخليها في قريعتها حتى كتبرد تماما وكتدخليها للثلاجه وقت اللي تبغيها كتجبديها كتخدمي بها، واما بعد ما بردات كتعمليها في واحد البلاستيك ديال المجمد اللي غيدخل الثلاجه. المجمد بالحق خصها تكون حتى كتبرد مزيان كتولي بحال الكريمه. كتحوليها في واحد البلاستيكه وكتدخليها المجمد وقت اللي تحتاجيها تجبديها وتخدمي بها. وهذوك الصبيعات اللي ذكرت في الاول اولا هاد العجينه هذه كذلك حتى هي دوك الصبيعات كنديروا في بلاستيك غذائي وكندخلوا المجمد عند كنجبدهم وقت الحاجه. كنسمو بها اطباق كثيره بحال كما ذكرت في الاول المسمان، البطبوط، هذوك الاطباق ديال القطنيات ديال اللوبيا ديال العدس. الا بغيتي تدخلي شويه الليدام كترمي واحد شويه. كذلك في كسكسو، في وصفات كثيره. هنا بعد ما زولت هذيك الشحمه راه كندير واحد الطويجين خفيف ظريف ديال الكفته ومطيشه غير باش هذاك المجمر عندنا ما يضيعش. كنتمنى الاقتراح اليوم يعجبكم. ان الاستحسانكم كيف دائما. نخليكم على امل اللقاء بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. دمتم في امان الله ومع السلامه.